عايزة اتكلم في موضوع مهم جدا النهاردة. موضوع الراجل المصري اللي بيتجوز واحدة مش مصرية، اوكي، او بالذات السورية واللبنانية. مبدئيا كده عشان نبقى متفاهمين، حقه الست المصرية معروفة بالنكد، اوكي. الست اللبنانية فل فل. يعني مثلا الراجل المصري يرجع من الشغل، تتصل بيه، هات بامبرز، هات بصل، هات بطاطس، هات مش عارفة ايه. اللبنانية: ايه حياتي، امتى نرجعي على البيت، ايه منيح مش هنجهز لك العشاء. دي اللبنانية مزة اقسم بالله. فل كائن كده، اقسم بالله انا ببقى نفسي انا عايزة اتجوزه. يعني عارف، هو انا بنت بضعف قدامه مش بقدر يعني. صعب ما اقدرش. بعدين الست المصرية، خلينا من نكت النظافة. في ايه يا حبيبتي، في ايه؟ نعم، عايزة ايه؟ يعني لو مش بتنضفي البيت انا اقول لك اوكي معفنه، لكن مش بتنضفي نفسك دي حاجه اسمها عفانه يا معفنه يا بنت المعفنه. نضفي نفسك. نضفي نفسك، انت مش متجوزه حيوان، انت متجوزه بني ادم، اوكي. وفي الاخر تزعلوا ان هو يتجوز عليكي؟ لا، هو يا اختي تويكسي. هو يتجوز بس يتجوز لبنانيه. اللبنانيه كده تحس انت عايش مع طبق قشطه، طبق رز بلبن في البيت، مهلبيه. ما تفهمش ايه البت دي، ما تفهمش جايه منين. الست اللبنانية مجرد ما تقول تقبريني، تقبرني يا قلبي، تقبرني يا حياة، لك يقبشني روحك. ايه ده؟ ايه يا حياتي انت؟ ايه انت كائن نزل بالغلط على كوكب الارض. الست المصرية دي يعني مقارنة بيكي ولا اي حاجة، ولا بصي محشي مفيش خالص. احنا لو قعدنا نفكر فيها، السوريين غزوا مصر، مفيش خلاص، مصر كلها بقت سوريين، والشو العيال حلوة وبيضة ورفيعة كده ونضيفة وحلوة يعني. ها كلها كام سنة ومش هتلاقوا ولا راجل تتجوزوه. لموا نفسيكوا وتعدلوا يا مصريين عشان نلاقي حد نتجوزه، ولا هنخلل في بيت علينا. حبيبة قلبي انت وياه، غيري اسلوب حياتك، تحولي، ماشي؟ موناليزا، اوكي. يعني بدل ما تقولي له هو نازل، خد بص يا حبيبي زي ما اللبنانية بتعمل، خد الزبالة معاك. ايه يلعن ابو شكلك في الارض زبالة.